جربت أعيش لوحدي لمدة 14 يوم وده اللي حصل. من فترة جات لي فرصة عشان أحقق واحدة من أحلامي، مسافة 1000 كيلو، قطر لمدة 16 ساعة. أول مرة هعيش لوحدي عشان أوصل أسوان، وهناك هتبدأ رحلة تدريب صغيرة في مستشفى مجدي يعقوب للقلب. سكنت في مكان جنب المستشفى، وطبعا أول حاجة قابلتني إن هعتمد على نفسي في كل حاجة تقريبا. أيامي في المستشفى كانت ممتعة، ما بين عيادات، مراكز القسطرة، سيشنز علمية، ليالي طويلة في المستشفى، واكيد طبعا عمليات. وكان كل ستاف في المستشفى من اكبر دكتور لاصغر تمريض، اللي احنا كطلبه بنجتمع في مكان واحد للاكل في مطعم المستشفى. الاكل كان تحفه، بس الاهم ان كان في فرصه اننا نتناقش مع عقليات كبيره ومهمه زي اللي هنا. وقدرت احافظ تقريبا كل يوم على روتيني الصباحي، قهوه وقرايه. يومنا كان بيخلص 4-5 في أغلب الأيام، فكان في فرصة إننا نستكشف أسوان. الكورنيش المشهور، أماكن التطريز، أجواء المولد، كرم الناس هناك، أطيب شعب فعلا، معبد فيلة، مهرجان البلح، وحاجات تانية كتير. فتاني